تصريح ناري من كابتن محمود ابو الدهب بعد تعادل النادي الاهلي مع الجونه في الدوري، وطبعا فقدان نقطتين مهمين جدا. خلينا نسمع كابتن ابو الدهب ونرجع لبعض مره تانية. تفسيركم النهارده لنتيجه واداء النادي الاهلي يا كابتن محمود، ابتدي بحضرتك. لا يمكن ده من بدايه الموسم يا فاروق. يعني تفسير ان النادي الاهلي بقاله فتره دون المستوى، حتى وانت بتكسب الاداء مش مقنع. في حاجه غلط. يمكن احنا طالبنا كتير جدا ان انت تعمل روتيشن، لكن في اخطاء بتبقى موجوده. يمكن انا كولر هيندم على التفريط في اللبنات اللي بنشوفها النهارده. هم دول اول نقطتين، يعني ما خسرش قبل كده. لا، ما هو انت النادي الاهلي بيلعب دايما على المركز الاول يا فاروق. النهارده كنت تركب الدوري، هو مركز اول ماشي اوكي، ما انت والتساوي مع بيراميدز في عدد النقاط. لا، انت يعني كنت هتفرق. يعني انت لو كسبت النهارده كنت تفرق. ولسه عنده مباريات مؤجله لكن تانية. في لا ماشي، ما انا مش هبص للماتشات المؤجله، انا بكسب عشان اكمل المسيره، ان انا ما بتعادلش او بتغلب او دايما عاوز اكسب. انت بتلعب فرقه محترمه زي الجونه، لكن في نفس الوقت الجونه كل هدفها ان هي تخرج ببونت، وده مكسب ليهم. لكن انت النهارده انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي، حتى يعني مش عاوز اقول حاجه والناس تزعل والناس تقعد تهاجمنا، لا، في لعيبه بتلطش في الملعب النهارده في الاداء، وده من فتره كبيره جدا. وده بيدك انه يعني جرس انذار، واحنا اتكلمنا للعيبه النادي الاهلي الفتره اللي انت قصدك من بدايه الموسم يا من كابتن، بدايه الموسم لحد دلوقتي، من اول ماتش اتحاد العاصمه، من اول ماتش والكاس السوبر الافريقي ما لعبش اي ماتش كولر ماتش حلو. لا، ما اقنعكش، رغم ان انت عندك لعيبه كتير جدا وعندك لعيبه سوبر ولاعيبه جات لك تبقى اضافه كبيره جدا زي امام عاشور، زي رضا طب سليم. انت كنت بتطالب يا كابتن بالروتيشن ده؟ ما هو الروتيشن غلط. يعني شايفه يعني انت حتى في المباراه دي، يعني الروتيشن اللي بيعمله كولر غلط. قصدك مش غلط ان هو يعمله غلط؟ لا، هو مش غلط، التشكيله لكن غلط قصدك. التشكيله. انا النهارده انت ممكن تلاقي لعيب بيبقى موجود والماتش اللي جاي مش موجود، يبقى النهارده بيلعب، ممكن ما بيلعبش، بدأ بفلان وراح مطلع. وفي حاجات كتير جدا، حتى اللعيبه اللي بتنزل مش عاجبها، اللعيبه اللي بتلعب مش عاجبها، اللعيبه اللي بتخرج بره التشكيل مش عاجبها، اللعيبه اللي بتغير، مفيش سيطره على النجوم اللي موجوده. ودي يمكن احنا قلناها، يمكن انا قلت وما زلت سيطره فنيه قصدك يعني كده؟ ايه؟ سيطره فنيه قصدك؟ لا، سيطره فنيه وسيطره جوه اوضه اللبس. ان انت انا قلت لك ان سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي يندم على اقالته. ان راجل كان مدير كوره قوي، مدير عارف هو بيتعامل مع مين، مع بالحجم النجوم اللي موجوده. لكن انت بتتكلم على مباراه النهارده يا فاروق، لا، مباراه النهارده فيها كميه اخطاء، مش النهارده بس، في كل الماتشات، حتى سيراميكا رغم الفوز انت عندك اخطاء. النهارده بتبدا بتشكيل انا اول مره اشوفه في حياتي. هكلمك على التشكيله يا كابتن. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق كابتن ابو الدهب على تعادل النادي الاهلي طبعا المخيب للامال قدام الجونه. النادي الاهلي طبعا اي نعم تصدر المشهد في الدوري الممتاز، ولكن طبعا فقد نقطتين غاليين بكل تاكيد هيفرقوا معاه في اللي جاي، لان اكيد طبعا الفرق كلها هتبدا ان هي تعلى في المستوى مع طبعا مرور الجولات اللي جايه. والنادي الاهلي لابد ان هو كان حسم طبعا المؤجلات بتاعته عشان يكون اعتلى الصداره عن جداره. ولكن النادي الاهلي اي نعم في المركز الاول، ولكن اداء كان سيء للغايه قدام الجونه. تشكيل كان هو الاسوا لمارسيل كولر. يعني مثلا كان عندنا كريم الدبيس كان لاعب مباراتين من اروع ما يكون قدام سيراميكا وقدام كمان المقاولين العرب، وكلنا توقعنا ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي. لاعب كان جيد جدا في الدفاع وفي الهجوم، وكان مقدم مستوى راقي بصراحه في المباريات اللي لعبها، وهو كريم الدبيس. فاتفاجئنا ان هو مش موجود، وعلى حساب كمان خالد عبد الفتاح اللي لا مركزه ولا عدلته، وما كانش فيه اوفرات. حتى الاوفر اللي حاول خالد يلعبه ابتدت ان هي خبطت كده في الدفاع وطلعت. يعني كان في شويه مشاكل كده في طبعا الجبهه اليسرى، ولكن دفاعيا خالد موجود، لانه طبعا قبل كده انت لعبته كسيرد باك، فالراجل بيقدر يدافع بشكل جيد جدا. ولكن التلت الامامي كالهجوم ما كانش ليه مشاركات كتير. برضك عندك انطوني موديست ماشي، كان ماشي كويس جدا، ما عنديش اي مشكله، جاب جون، بس خلاص ما يقعدش لل 90 دقيقه، لا السن ولا النفس هيديله ان هو يقعد 90 دقيقه. فدي كلها كانت اخطاء موجوده. نتمنى من النادي الاهلي تدارك هذه طبعا الاخطاء في الفتره اللي جايه. وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي داخل طبعا على بطولات قويه جدا زي دوري الابطال، وطبعا نهائي الكاس طبعا في هذا السيزون قدام نادي الزمالك الغريم التقليدي. فان شاء الله النادي الاهلي ومارسيل كولر يقدر يتدارك في الفتره الجايه او الاونه اللي جايه.
كل هذه الاخطاء. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.